اولا للتوضيح، مجلس منبج العسكري هو اللي عم بيحرر مدينه منبج وليس قوات سوريا الديمقراطيه، نحن نقدم فقط دعم لوجستي. اخر الاخبار وصلتنا ان اعلان التحرير راح يتم خلال فتره وجيزه، لان فقط تبقى عدد جيوب لتنظيم داعش الارهابي. الصعوبات اللي واجهتهم هن طبعا المفخخات، العربات المفخخه، اضافه لاستخدام المدنيين كدروع بشريه. موضوع قواتنا كانت هي راح توجه باتجاه الرقه وتحولت. قواتنا قدمت، هذا هو الدعم اللوجستي قدمناه نحن، وقدمت قواتنا باتجاه الرقه. يعني كان في تنظيم داعش الارهابي توقع ان القوات راح توجه هنيك، وبالطرف الثاني توجهت قوات مجلس منبج العسكري وحررت المدينه. هذا هو الدعم اللي قدمناه نحن. منبج طبعا الخطه القادمه هي قرر اذا نحن كنا راح نشارك، نحن ممكن يكون نحن اجتماع القياده العامه لقوات سوريا الديمقراطيه، هي بتقرر اذا راح يكون نحن كقوات حمله قادمه، او من الممكن ان يتبع نفس الطريقه اهالي المناطق الاخرى، منطقه الباب، منطقه جرابلس، الريف الشمالي، هن يقوموا كمان بتشكيل مجالس عسكريه ويحرروا مناطقهم. تحرير منبج موضوع توجه لدفه حل الازمه السوريه، الحل حسب كافه المعطيات وكافه التوجه الدولي راح يكون عبر مجلس الامن ان يكون في مفاوضات ما بين المعارضه وما بين النظام، وهذا هو الحل اللي عم بينادي فيه المجتمع الدولي ككل، وهذا هو راح يكون الحل الوحيد. بالنسبه لقوات سوريا الديمقراطيه وتقدمها وطردها لتنظيم داعش، طبعا نحن عم نقوم نحن هون بالاضافه لاني عمليه تحرير اراضينا والقضاء على تنظيم داعش الارهابي، كمان نحن عم نقوم بعمل عسكري بالنيابه عن كافه دول العالم، لان الارهاب منبع وجذوره هنا، وهن عم بتوجهوا باتجاه باقي الدول، على الاساس الغرب بتامل من خلال تحقيقنا الانتصار ان ما ينتقل الارهاب لدولهم. الجهات تقدم الدعم العسكري واللوجستي بشكل مباشر، هن قوات التحالف، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هن اللي عم بيقدموا عبر الطيران وعبر تقديم السلاح وعبر تقديم الخبرات العسكرية لقواتنا دعم كامل لقوات سوريا الديمقراطية. حقيقة وجود قوات أمريكا، طبعا في قوات للتحالف معنا، بس هي قوات لنفسها صرحنا عنها وصرحوا عنها الدول، هن اللي بيقدموا دعم لوجستي، والدعم اللوجستي وبيكون عبر التدريب، عبر توجيه الطيران، هذا هو اللي عم بيقدموا لنا اياه. اما قتال مباشر من قبل القوات لجانب قواتنا ضمن المعارك، هذا الحكي غير موجود نهائيا. في قوات غربيه غير موجوده، في مقاتلين، المقاتلين هذول موجودين ضمن القوات المتواجده عندنا ضد تنظيم داعش الارهابي، هن متطوعين بشكل تلقائي من عده دول غربيه، اجوا تطوعوا ضمن قوات خاصه وحدات حمايه الشعب، وعم يقاتلوا حاليا. في العديد من الشهداء سقطوا لهم ضمن معارك ضد تنظيم داعش الارهابي. بالنسبه لداعش من المؤكد هلا في نحن سابقا نحن قطعنا الطريق عليهم عبر حمله الهول، حمله الشداده، قطعنا عليهم الطريق باتجاه امداد مدينه الرقه الموصل. حاليا طرد داعش من سوريا موضوع منبج حاليا راح يكون قطع عنهم الريف الشمالي بالكامل. الرقة والموصل، الموصل انقطع عنهم الطريق باتجاه الداخل السوري. موضوع الرقة هو موضوع اللي راح يكون نعتبره نحن موضوع النهاية والسقوط لتنظيم داعش الإرهابي، كونها هي عاصمة الإرهاب وهي عاصمة تنظيم داعش الإرهابي. انتهاء داعش إذا استمرت الوضع، الانتصارات والدعم المقدم من دول التحالف لقوات سوريا الديمقراطيه والقوات المقاتله ضد تنظيم داعش الارهابي، وخاصه في العراق، اكيد راح يكون في نهايه لتنظيم داعش الارهابي. لمجرد نحن استمرار الدعم والدعم اللوجستي والدعم العسكري بالعتاد والذخيره والطيران اللي عم تقدم التحالف لقواتنا، قادرين ان شاء الله نسيطر على الوضع وقادرين نتغلب على تنظيم داعش الارهابي. اني بعد عمليه تحرير الرقه، نحن مو بس عمليه تحرير الرقه، تحرير كافه المناطق اللي قامت فيها قوات سوريا الديمقراطيه بتحرير المناطق من تنظيم داعش الارهابي، هذا راح يؤدي لان يكون راح في نحن ورقه لصالح قواتنا اثناء التفاوض مع النظام. النظام هو مو نحن بس اللي عم نطلب ان نتفاوض، نحن هذا الموضوع هذا طلب دولي، وحاليا كافه الاطراف عم بتنادي ان يكون في حل للصراع بسوريا ما بين النظام والمعارضه، ونحن جزء اساسي من المعارضه، كوننا نحن المعارضه الحقيقيه، معارضه الخنادق ولسنا معارضه الفنادق مثل معارضه اسطنبول. نحن اللي لنا الحق بان نكون كطرف مفاوض نبحث في مستقبل ومصير سوريا، وخاصة مناطق روجافا، المناطق اللي واقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. أكيد راح تكون مجال تفاوض ما بيننا وبين النظام لإيجاد حل وصيغة نهائية لهالأزمة حاليا. شبكة بريس العالمية نتمنى لهم نحن التوفيق، بتمنى لهم يكونوا موجودين بصدق وعمل نشيط إلى جانب باقي الوكالات المتواجدة حاليا ضمن مناطق روجافا، ونحن جاهزين أن نقدم لهم العون وأن يستمروا بعملهم لنقل الصورة الحقيقية، الصورة المشرفة لقواتنا ضد تنظيم داعش الإرهابي. وأهلا وسهلا.